السيدة نجية هي ممثلة وزارة الثقافة الجزائرية، وكذلك ضمن الوفد الجزائري الذي جاء إلى صفاقس في إطار الأسبوع الثقافي الجزائري في إطار صفاقس عاصمة للثقافة العربية. في أي إطار يمكن وضع هذا الأسبوع الثقافي؟ في إطار التفاعل الثقافي، التزاوج الثقافي والامتداد الثقافي للبلدين الشقيقين وصديقين الجزائر وتونس، في إطار طبعا الاستمرارية للمشعل الذي سلم لصفاقس من نظيرتها ومن شقيقتها قسنطينة والجزائر على وجه العموم، التي كانت عاصمة للثقافة العربية لسنة 2015. وها هو المشعل تحمله صفاقس ويدخل في حيز التنفيذ طبعا وحيز الإبداع الثقافي، وصفاقس عاصمة للثقافة العربية هذه السنة. تونس والجزائر واحد، خاصة المحل التي مررنا بها ولا سيما آخر محنة هي مقاومة الإرهاب. فالجزائر تسند ظهورنا كما قال أحد الزملاء في الندوة الصحفية، وتساعدنا كثير في مقاومة الإرهاب باعتبار أن لديها تجربة رائدة في هذا المجال. كذلك الشأن بالنسبة لاختلاط الدماء التونسية الجزائرية في سخط سيدي يوسف، ثم من خلال التزاوج بين الجزائريين والتونسيين هناك يعني علاقة مصاهرة بين الشعبين وشعب واحد. لكن هناك سؤال يطرح وطرحه أحد الزملاء ولكنه بقي دون جواب، أردت أن أثيره لكني يعني سارع الأخ رضا بسباس برفع الجلسة، وهو أنه الجزائر فيها ثقافات متعددة، ليست ثقافة واحدة. هو شعب عربي ما في ذلك شك، لكن هناك ثقافات أخرى هي ليست دخيلة على العرب، ولكن هي دخيلة على شعوب المغرب العربي. ليست دخيلة، وإنما هي من مكونات شعوب المغرب العربي. لكن أنتم تجيبوا على هذا السؤال، وهو هذه الثقافات ما هو موقعها في الجزائر؟ نعم، أولا نحكي عن ثقافات الأقلية خاصة. نعم، ثقافات الأقلية نحكي عن في بادئ الأمر لما ذكرتم سيدي على أنه المصاهرة الجزائرية التونسية عن الظروف التي مر بها طبعا الشعب التونسي، عن وقوف الجزائر بجنب تونس، الجمهور الجزائري طبعا والشعب الجزائري. هذا كله لم يكن من باب كما نقولوا التكتيك او الحساب او شيء من هذا، لانه احنا عندنا مثل شعبي جزائري يقولوا يعني في الظروف الصعبه يبان الخو الشقيق، يعني حتى وان كانت يعني الخو الشقيق يبان في ظروف مثل هذه. هي ردة فعل الجمهور الجزائري، ردة فعل الحكومه الجزائريه، ردة فعل الجزائر ككل اتجاه تونس هي ردة فعل عاديه جدا وعفويه جدا. هي ردة فعل من إنسان يحمي وطنه، يحمي عروقته، يحمي انتمائه طبعا لهذا الوطن الغالي، والانتماء واحد كما قلت، والسقف واحد وسيبقى واحد إلى الأبد إن شاء الله. أما فيما يخص الثقافات الجزائرية، الثقافة الجزائرية وبعض ممكن أن نسميها كما قلت سيدي بعض الثقافات الأقلية. نعم، والتقاليد. الجزائر معروفة بشساعة مساحتها، الجزائر معروفة بتقسيمها الولائي والذي يحتوي 48 ولاية. كل ولاية تكون طبعا كعاصمة وكبلد طبعا نظرا للكثافة السكانية، نظرا للمساحة الجغرافية. هذا كله خلق هذا التنوع وخلق هذا الوجود
لهذه الثقافات التي هي ليست بالدخيلة وإنما هي المكملة، هي الثقافات المكملة. كل منطقة من مناطق الجزائر تجد عندها لهجة معينة، تجد عندها مجموعة تقاليد تختلف عن الأخرى في منطقة أخرى، لكنها في جوهرها متقاربة جدا. ممكن الانتماء الجغرافي، ممكن يعني مناخ المنطقة، ممكن جغرافية المنطقة، ممكن تقاليد المنطقة هي التي تحكم بتحديد هذه التقاليد التي تجعلها مختلفة عن ولاية التي تجاورها، لكن في الأصل هي ثقافة واحدة، هي تقاليد واحدة وهي مكملة بالنسبة لي. أو هذا ما نلمسه طبعا، وهذا ما نعيشه ونعيشه من خلال مثلا هذه المحطات العربية المهمة وهذه المشاركات سواء كانت داخل الوطن أو خارج الوطن. لما ننادي بمشاركة ثقافية جزائرية بتقاليد جزائرية نجمعها كلها لنشكل لوحة واحدة تحمل اسم الجزائر. التنوع هذا هو الذي يخلق طبعا التميز، يخلق الإبداع، يخلق الثراء كذلك، ويخلق هذا الزخم الثقافي المتنوع، لكن كله تحت جملة واحدة هي الجزائر، كلها تشكل لوحة واحدة هي الجزائر. هل تفكرون في تبادل الزيارات بين الإعلاميين التونسيين والإعلاميين الجزائريين؟ وهذا مهم جدا أعتقد أكيد في شمال أفريقيا. نعم، هذا واجب وضروري جدا ومهم جدا، لأنه الإعلام هو الصورة متفتحة على العالم، هو الصورة التي توصل كل ما يحدث وأي ما يحدث في أي مجال كان وفي كل المجالات. الإعلام هو أبلغ رسالة في مختلف النشاطات، هو أبلغ الرسالة في مختلف المحطات المهمة سواء كانت ثقافية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية أو غيرها. حضور الإعلام التونسي للجزائر أكيد راح تكون فيه إضافات كثيرة وكثيرة جدا للشعب الجزائري وللشعب التونسي، والعكس صحيح طبعا. حضور الإعلام التونسي كذلك الجزائري بتونس راح يكون كذلك هو انفتاح آخر على ميزة توطيد العلاقات الجزائرية التونسية. نعيش في 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 طبق واحد، في جوهر واحد، في كل مرة نلمس على أنه نتواصل معه. نحن في الجزائر عندنا القناة الجزائرية، قنوات التلفزيون الجزائري، بعدها مباشرة تأتي قنوات التلفزيون التونسي. يعني أي بيت جزائري تدخل تلقى قنوات التلفزيون الجزائري، قنوات التلفزيون التونسي، وبعدها القنوات الأخرى. نتغنى بالكثير من البرامج التلفزيون التونسي، نحكي عن الكثير من البرامج التلفزيون التونسي، لأنه في هذا الحس القريب جدا للانتماء، الحس القريب جدا لهذه الشراكة الثقافية، الشراكة الاجتماعية الحاصلة بين البلدين. تنشئتنا الاجتماعية قريبة جدا، ابن خلدون يعني حكى عنها في كثير من أبحاثه. تنشئة اجتماعية صلب واحد انطلقنا منها أكيد، ولو ممكن يغيره كما قلت أنا الانتماء الجغرافي، لأنه الجغرافيا بما تحمله من المناخ، بما تحمله من كل هذه الاعتبارات قد تكون لها تأثيرات كذلك، هذا كله، لكن الجوهر هو واحد، وهذا ما نؤكده كما قلت. ممكن كما نقولوا احنا في ساعة كما نقولوا لما يكون الإنسان في يعني ليس في ضيق، لا يبرر ولا يبرهن على هذا، لكن في محطات أين يجب أن نبرر عنها أكيد التبرير سيكون مؤكد وأكيد. شكرا لك على هذه الإضافات وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا سيدي، الله يخليك.